الفيدباك نصيحة لكل الدكاترة الصغيرين وكده. احنا دايما كلنا بنحاول نبقى شاطرين في الحاجة اللي احنا بنعملها وبنحاول نتقدم. ففي حاجة مهمة قوي، انت هيجيلك فيدباك دايما، هيجيلك فيدباك من العيان، هيجيلك فيدباك من السينيور بتاعك او الاكبر منك او اللي انت بتساعده هيقولك حاجة، هيجيلك فيدباك من زميلك. فاحنا عشان نستفيد من الفيدباك ده ويخلينا نكبر هنعمل حاجتين، هنبقى حاجة اسمها اكتيف ليسنر، يعني هنسمع كويس قوي اللي اتقال لنا وهنرفلكت كويس قوي على اللي اتقال لنا. يعني الفيدباك اللي جالي النهارده ده فعلا حاجة حاصلة ولا مش حاصلة، يعني انا فعلا بعمل الغلطه دي. وبالتالي لما نبقى اكتيف ليسنر ونعمل ريفلكشن على الكلام اللي اتقال، هنقدر ان احنا نشتغل على الحته الديفكت اللي عندنا، وبالتالي هدفنا في الاخر ان احنا نبقى احسن حاجه ممكن نوصل لها. في حاجه بقى اهم، ان انت شخصيا تعمل لنفسك فيدباك، يعني انت كل يوم بالليل تقول هو انا كده وصلت للي انا عايزه ولا لسه في اكتر. المشكله انك كل مره هتعمل كده هتلاقي لسه في اكتر، يعني كل حاله هتطلع منها هتقول هل الحاله دي ايديال. انا بعمل الحكايه دي الحقيقه مع المساعدين بتوعي وهم بيساعدوني كتير في الموضوع ده، بقول لهم ايه رايكم يا جماعه في الحاله دي، كان ممكن نعمل اي حاجه احسن من كده. الحقيقه احنا بنرفلكت برضو قبل ما نقفل الحاله، يعني بنقول في اي حاجه ممكن نعملها دلوقتي تبقى الحاله احلى. فاحنا عاده بنطلع بحالات كويسه، بس كل ما هترفلكت وتجادج يور سيلف هتلاقي نفسك في حاجه ممكن تحسنها، لو اشتغلت عليها هتوصل في الاخر لاحسن حاجه في الدنيا، مش بس في الطب، في كل حاجه في حياتك. خدوا مني النصيحه دي. انا دكتور شريف خالد، استاذ جراحه عظام، وبشتغل بقالي اكتر من 25 سنه، والحكايه دي نفعتني جدا 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 في حياتي. وزي ما بيقولوا بالبلدي، يعيش المعلم ويتعلم.